تخيل تصحى من النوم تفتح موبايلك، لا واتساب، لا يوتيوب، لا جوجل، لا بنوك، لا بورصة، مش عطل في الشبكة، العالم كله أوفلاين. السؤال هو الإنترنت أصلاً فيه؟ في الهواء؟ ولا في السحاب؟ ولا تحت البحر؟ احنا تعودنا نفكر إن الإنترنت حاجة لا مرئية، واي فاي طاير في الجو، بس الحقيقة مختلفة تماماً. الإنترنت اللي مشغل حياتك دلوقتي ماشي في كابلات، كابلات حقيقية مدفونة في قاع المحيطات. في يوم من الأيام سفينة عدت من مكان غلط، المرسى نزلت وقطعت كابل بحري واحد. النتيجة دول كاملة الإنترنت عندها وقع. وفي مرة تانية سمك قرش عض الكابل. مش هزار، دي حوادث موفقة. خلينا نفهم القصة ببساطة. لما تبعت رسالة من موبايلك في مصر لسيرفر في أمريكا، واحد، الرسالة بتتقطع لديتا باكيتس. الباكيتس دي تمشي في ألياف ضوئية. الألياف دي ماشية تحت البحر بسرعة الضوء تقريباً، وتوصل لسيرفرات على قارات تانية. الكابل الواحد أرفع من خرطوم المية، بس شايل عليه أكتر من 95% من الإنترنت العالمي. وهنا المفاجأة، مصر مش مجرد دولة مستخدمة للإنترنت، مصر هب عالمي. أكتر من كابل بحري دولي لازم يعدي من هنا. يعني إيه؟ يعني الإنترنت اللي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا بيعدي من مصر. أي مشكلة هنا تأثر على نص الكوكب. ومش مصر لوحدها، السعودية كمان بقت نقطة عبور أساسية بين الشرق والغرب. المنطقة دي بقت شريان الإنترنت العالمي. تخيل بقى لو أكتر من كابل اتقطع في نفس الوقت، بنوك تقفل، بورصات تقع، شركات تخسر مليارات، ودول تدخل في شلل رقمي. الإنترنت مش رفاهية، ده العمود الفقري للعالم الحديث. فالمرة الجاية لما تفتح موبايلك وتلاقي الفيديو اشتغل في ثانية، افتكر إن وراه رحلة آلاف الكيلومترات تحت البحر، فكابل ممكن سمكة أو سفينة تغير مصير العالم بلمسة. لو حابب تعرف إزاي العالم الرقمي شغال من تحت لتحت، اعمل لايك واشترك، لأن اللي جاي أخطر مما تتخيل.